للاسف 80% من المديرين بيكرروا نفس الغلط. تعرف يعني ايه كي بي ايز وايه فايدتها؟ الكي بي ايز هو اختصار لكي بيرفورمانس انديكيتورز اللي احنا بنسميها مؤشرات الاداء الاساسيه، وبتستخدمها الشركات في تقييم الاداء. للاسف 80% من المديرين بيكرروا نفس الغلط، لان اغلب المديرين فاكرين ان تقييم الاداء بيتم عن طريق الكي بي ايز بس، مع ان في حاجات مهمه تانية مع الكي بي ايز عشان خاطر تعرف تقيس الاداء صح. تقييم اداء اي حاجه محتاج 3 مكونات رئيسيه لازم يكونوا مع بعض عشان تعرف تقيس الاداء صح. اولا الكي بي ايز، ثانيا الريفرنس او البنش مارك، المرجع اللي بنقارن بيه الكي بي ايز عشان نعرف هي كويسه ولا محتاجه تحسين، ثالثا الستاتس او الكونتكست اللي هو الوضع الحالي اللي بنقيم فيه الاداء زي حاله السوق او اي تغيرات داخليه. خلينا ناخد كده مثال في حياتنا عن الموضوع ده. يلا توكلنا على الله. لو انت عاوز تطمن على نفسك وتتاكد ان انت مش مريض سكر، كده انت عايز تقيم اداء جسمك في التعامل مع السكر. اول حاجه بتعملها ان انت تقيس مستوى السكر في جسمك. السؤال هنا، احسن اعمل تحليل سكر دم ولا بول؟ اكيد الدم ادق. طب اعمل تحليل سكر عادي ولا تراكمي؟ عملت تحليل عادي وطلعت النتيجه 140. النتيجه دي بنسميها كي بي اي، يعني وحده قياس الاداء، اللي هي بتعبر عن مستوى السكر في دمك، واللي لازم تختارها في الاول صح. عشان كده اخترت تحليل الدم لانه ادق. طب انت كده عرفت تقيم اداء جسمك في السكر؟ لا برضه، لان القياس ده مش كفايه، لازم نرجع للمرجع اللي هو البنش مارك، اللي هو ان السكر الطبيعي من 80 ل 120. طب احنا كده عرفنا تقييم السكر، يعني انت مريض سكر؟ لا، لازم تعرف حالتك وانت بتعمل التقييم. وكل شويه عيب، لان النتيجه دي وانت صايم مختلفه غير وانت فاطر، وبرضه هتختلف لو انت لسه فاطر ولا عدى عليك اكتر من ساعتين. لو عاوز تتاكد ان انت مش مريض سكر هتعمل ايه؟ هتقيس مستوى السكر في الدم اللي هو الكي بي اي، وبعد القياس هترجع للبنش مارك الطبيعي اللي هو من 80 ل 120 او 140. لكن هل الرقم ده لوحده كفايه؟ طبعا لا، هتحتاج تعرف كنت صايم ولا فاطر وعملت تحليل بعد قد ايه من الاكل. من غير الثلاثه مع بعض مش هتعرف تقيم حالتك الصحيه صح. انا زهقت. كده عرفنا ان احنا محتاجين 3 حاجات: الكي بي اي والبنش مارك والكونتكست، لانك ما عرفتش تقيم ادائك في السكر غير لما استخدمت الثلاثه. في البيزنس برضه محتاج نفس الثلاث حاجات. يعني انت لو عندك اي نشاط او معرض مثلا وعاوز تقيم البيع بتاعه، وفرضنا ان متوسط المبيعات في فتره معينه 10000، وخلي بالك المبيعات دي كي بي اي يعني مؤشر لادائك في البيع، بس هو لوحده لا يدل على الاداء. وهل هي الكي بي اي الانسب؟ طب ما احنا ممكن نستخدم واحده ثانيه زي السيلز جروس، اللي هو معدل النمو في المبيعات الشهر ده عن الشهر اللي فات او نفس الشهر السنه اللي فاتت. فرضنا مثلا ان معدل النمو ده 5%، كويس، احنا بنزيد اهو. طب ده حلو ولا وحش؟ لازم مرجع بنش مارك اللي هو ممكن يكون متوسط النمو بتاع باقي الفروع او معدل نمو السوق. طب لو فرضنا ان معدل النمو بتاع باقي الفروع او السوق 10%، بعد ما شفنا المرجع بتاعنا الصوره كده اتغيرت، كده ادائنا مش حلو. طب نشوف كمان الوضع الحالي، الكونتكست. احنا كده بنقارن نفسنا بنفس الشهر السنه اللي فاتت، واللي كنا بنفتح فيه نص يوم بس دلوقتي بنفتح يوم كامل، او كانت بره السيزون واحنا دلوقتي في السيزون. ايه ده؟ ال 5% اللي احنا كنا فاكرينها حلوه خصوصا بعد ما ضفنا المرجع، وطلعت حاجه ثانيه خالص بعد ما ضفنا الوضع الحالي. الدروس المستفاده بقى من الموضوع ده ايه؟ اختيار الكي بي اي الانسب، يبقى في بنش مارك موجود عشان تفهم الرقم كويس، وتشوف الكونتكست عشان خاطر تعرف وضعك. من غير الثلاثه مع بعض تقييمك هيكون ناقص او غلط. فكر كويس عشان الارقام مش بتتكلم لوحدها. انا يا ابو الاداهيم.